السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتكلم في السيشن ده ازاي نديبلوي او نشغل فرابي ونسطب ERP Next بتاعنا او النسخة بتاعتنا عشان نبدأ نشتغل عليها. طيب، اول حاجة محتاجينها طبعا محتاجين ان احنا ن نأجر او نجيب هوست او VPS من على كلاود. طيب، ايه هنا عندنا ايه كلاود بروفايدرز؟ عندنا والله عندنا حاجة اسمها كونتابو بصراحة مشهور جدا، ويعتبر من اشهر الهوست للناس بتوع اير بينكس بيستخدموه. عندنا هوستنجر برضو مشهور، او الاتنين بنفس الشهرة تقريبا. يعني هوستنجر وكونتابو اظن مشهورين بنفس الدرجة، بالذات في اير بينكس او الديبلويمنت بتاع اير بينكس. ليه الكلام ده؟ عشان البرايسنج بتاعهم كويس جدا كمان. البرايسنج بتاع هوستنج وكونتابو يعتبر من اقل البرايسنج يعني في الكلاود هوستنج. عندنا ديجيتال اوشن، بصراحة البرايسنج بتاعه غالي جدا مقارنة بهوستنج وكونتابو. طب انا جايبه ليه طالما هو غالي جدا؟ جايبه عشان لو انت لسه بتبدأ ومش عايز تدفع فلوس في سيرفر، ولسه عايز تجرب بس. ديجيتال اوشن لو انت بتعمل ساين اب فيه لأول مرة بيديك فاوتشر تقريبا، وبيديك ايه بتاع $200 لمدة شهرين كده ببلاش. ممكن تجيب فيه السيرفر اللي انت عايزه والكلام ده كله، وتعيش حياتك الشهرين دوت يعني، وتجرب براحتك. فعشان كده بس انا جايبه عشان ممكن تجربيه. بس بيطلب منك طبعا كريدت كارد او كارت يعني تحطه، بس مش بيسحب منه حاجة يعني. هو بس ايه، كارت، وانت قبل نهاية الشهرين تبدأ تشتري الكارت بتاعك وتلغي السبسكريبشن عادي جدا، ومش هيسحب منك جنيه. وانا عملت كده يعني. فديجيتال اوشن برضو ممكن تستخدمه فترة شهرين اول ما تتمرن، وبعد كده لو تمام تبدأ بقى تختار ما بين الثري هوست بروفايدرز دوت يعني. طيب، انا حاليا عشان طبعا انا خلصت الشهرين بتوع الديجيتال اوشن، وانا برتاح اكتر لكونتابو، فانا هنا هشتغل على كونتابو على طول. هختار السيرفر الاولاني ده كلاود VPS واحد. يعني هو كويس جدا دلوقتي، 4 كورز كويسين، 6 جيجا رام، رائع. ممكن تختار 100 جيجا NVM او 400 جيجا SSD. طبعا هو ال NVM اسرع طبعا من SSD، بس انا هجيبهم 400 جيجا SSD عشان بيبقى ارخص شوية. وعندك 1 سناب شوت بس مش هتفرق كده كده، ايربنكس يعني بياخد باك اب. وطبعا الترافيك 2 تيرا. فانا هجو فور ذيس يعني، اللي هي اول باكج دي هبدأ اعمل لها سيلكت كده. بيبدأ يدخلني على الصفحة دي، بيقول لي انت عايز تأجر السيرفر ده قد ايه، شهر ولا 3 ولا 6 ولا 12. طبعا كل ما تكبر المدة هيقلل لك اللي هو الوان تايم فيه. يعني وان تايم فيه هو بس هو السيرفر اي نعم ب5.5 دولار، بس دايما اول مرة بدفع فيها السيرفر بيزود لي السيت اب فيه دي يعني. فانا لو جبته سنة بيشيل خالص السيت اب فيه، بس انا حاليا انا عايزه شهر واحد بس يعني، عشان فور تيستنج يعني. طيب، وبعد كده ببدأ اختار الريجن اللي هيكون فيها السيرفر بتاعي. طبعا بحاول اختار اقرب مكان ليا، يعني بشوف اقرب مكان ليا وبختاره. وبرضه كل ما الرقم بتاع MS ده بيقل، كل ما معناه ان السيرفر ده هيبقى قريب ليا وسرعته اعلى. فهو حاليا هو جايب لي الديفولت اظن اقرب حاجه ليا اليوروب. تمام، ومعلوش فيه زياده، فخلاص انا هختار ده. عندي ايه تاني؟ بختار هنا الستورج. طبعا انا قلنا هجو فور SSD عشان مدفعش زيادة. يا اما اروح 100 جيجا ان في ام لو انا متأكد ان انا مش هلعب 100 جيجا. ممكن اروح ان في ام. بص، انا ممكن اروح ان في ام طالما كده كده ببلاش. بس في حالتك انت، لو انت حاسس انت هتزود عن 100 جيجا، انا هجيب السيرفر ده بس فور تيستنج، فمش هيهمني اوي المساحة يعني. مش هيشتغل لايف يعني او برودكشن. بس في حالتك لو هتشغله برودكشن او حاجة، فمحتاج طبعا مساحة عشان الفايلات واليوزرات لما يجوا يشتغلوا محتاجين مساحة اكيد. طيب، عندنا ايه تاني؟ الايمج اللي هتسطب على الاوبريتنج
اوبريتنج سيستم بتاعك يعني، او السيرفر. طبعا ممكن تسطب اي او اس او بانلز او حاجات من دوت، بس طبعا احنا شغلنا كله على بونتو. هيظهر لك 20 و22. شغلنا دايما لو انت هتسطب فيرجن اي بي نيكست حديث، دايما خليك في 22، وسيبك خلاص من اوبونتو 20 ده خلاص عشان ما يعملكش مشاكل. لو هتسطب اي بي نيكست قديم شوية فيرجن 13 او 14، ممكن عادي خليك في 20. مع اني انا انصح دايما خليك في 22 بقى، يعني حتى لو هتسطب حاجة قليلة يعني، لان خد بالك لو سطبت 20 مش هتعرف تسطب اي بي نيكست فيرجن 15، فخلينا في 22. بعد كده بتعمل الباسورد للاس اتش بتاعك، وهنبقى نشرح الاس اتش ده، بس حط باسورد هنا تكون فاكره يعني. ايه تاني، لو عايز تعمل object storage، دي بتبقى storage خارجية، بتقدر ان انت تحط فيها الباك ابس بتاعتك، بتبقى منفصلة عن السيرفر يعني. مش هنعمل طبعا الكلام ده. آه النتوركينج، حاليا انا 1 اي بي ادرس، انا تمام، مش عايز اكتر من كده. الباندويتس تمام. ادز اون دي لو انا عايز ازود اي باكجات، عايز احط اس ال اللي هي اللي انا السايت بتاعي يشتغل يعني بشهاده او سيرتيفيكت. طبعا انا هعلمكم ازاي تحطوا اس ال ببلاش من غير خالص فلوس اصلا، فسيب دي برضو كده. هتعمل نيكست. انا كده عندي اهو على اليمين بيقول لي المونثلي هدفع 5.5، بس الوان تايب سيت اب بايه ب7.5 دولار. مفيش مشاكل. نعمل نيكست. هو بس النت عندي بطيء شويه. بس وبتبدأ تعمل order and pay، وطبعا هيطلب منك ان انت تدخل ال الفيزا بتاعتك او الكارت بتاعك يعني. تمام. انا طبعا خلاص عملت الكلام ده، وعملت order، وجبت السيرفر بتاعي يعني. طيب هبدأ اهو، هيدخلني بعد ما اجيب السيرفر بتاعي، هيبدأ يدخلني على صفحة بانل زي كده. تبدأ ان انت تقدر تشوف الاي بي بتاع السيرفر بتاعك، بتشوف الديفولت. طبعا هنا النيو اوردر ده لو انا عايز اعمل اوردر جديد، والكنترول بان دي لو انا هبقى كنترول اي حاجه اوريدي عندي. طيب يو سيرفيسز دي لو دوست عليها هيظهر لي كل السيرفيس بتاعتي، او اعمل في بي اس كنترول اشوف كل الفي بي اس. يعني الصفحه اللي انا عليها دي هي الفي بي اس كنترول. انا كل اللي انا عايزه بس هنا اللي هو ايه، الاي بي بتاع السيرفر بتاعي اللي هو عمله لي. هعمل له كوبي كده، وعايز ابدا اكسس عليه. طيب اكسس عليه ازاي؟ كل المطلوب منك ان انت يبقى عندك كوماند برومبت او بانل اقدر ان انا اكتب فيها كوماندز. يا اما تشغل السي ام دي عادي، تكتب في الستارت سي ام دي وتخش على الكوماند برومبت، او تسطب الفيجوال بيزك. وهو الفيجوال بيزك بيلت ان في تيرمينال، يعني ممكن على طول في اس كود قصدي، في تيرمينال على طول جواه يعني. طيب خلينا ايه، نقفل خلينا نيو تاب احسن. نفتح ممكن لو انا شغلت الفي اس كود او الفيجوال ستوديو كود، ممكن ان انا عادي جدا من فوق كده تيرمينال نيو تيرمينال، واكتب على طول الكوماندز بتاعتي هنا، او اكتب في التيرمينال دي واحد هي يعني. خليني اكتب بره احسن. ماشي. طيب انا دلوقتي عايز اكسس السيرفر بتاعي عشان ابدا اعمل الخطوات بتاعه الانستليشن بتاعتي. طيب فاكر لما قلت لك خد احفظ الباسورد اللي انت كتبته في حته الاس اتش؟ طيب الاس اتش دي عباره عن ايه؟
ده بروتوكول اقدر ان انا اكونكت بيه على السيرفر وانا قاعد في مكاني هنا، بس الكونكشن بيبقى كوماند برومبت، اقدر ان انا اكتب كوماندز فقط. يبقى انا اقدر اكونكت على السيستم او السيرفر بتاعي عن طريق ال SSH، بس الاكسس اللي هتكون معايا وانا بكونكت مجرد اكسس تيرمينال، وده اللي انا عايزه، ده كفايه وزياده، لان التيرمينال اقدر اعمل بيها كل حاجه، وهنشوف مع بعض دلوقتي. طيب اول حاجه عشان اخش على السيرفر بتاعي بكتب زي ما انا كاتب كده SSH مسافه، واكتب اسم اليوزر اللي انا هلوج ان بيه على السيرفر. يعني مثلا انا دلوقتي الديفولت اول ما عملت السيرفر هو اوتوماتيك لازم بيعمل يوزر اسمه روت. طيب وبعد كده بحط الاي بي بتاع السيرفر اللي انا هكونكت عليه، اللي هو ده اللي انا واخده من كونتابو، وبعد كده بدوس انتر. هيبدأ يسألني والله ان هو جديد، وهيبدأ ياخد مش عارف الكيهات ويحط البرايفت ويظبط الكلام ده كله. قول له يس، بس ما تعملش حاجه كتير. هي بتبقى مره واحده بس. وبعد كده بيقول لك بقى حط لي الباسورد، انت دلوقتي عايز ايه؟ تاكسس بيوزر اسمه روت على سيرفر كذا، حط لي الباسورد بتاع الروت. فتبدا حضرتك تكتب الباسورد اللي انت المفروض كنت كتبته وانت بتشتري السيرفر. هيبدا يخش معاك بالمنظر ده. يبقى انا كده دخلت على السيرفر بتاعي مظبوط. عايز ابدا بقى امشي في خطوات الانستليشن. هبدا افتح كده وافتح لينك الدوكيومنتيشن دي. بصراحة انا مسيف الدوكيومنتيشن اللي بتساعدني عشان اديبلوي ERP Next يعني. وهي الصراحة الدوكيومنتيشن مفيدة جدا واستخدمها على طول، يعني لما اجي اسطب اي فيرجن ل ERP Next جديد. م- ببدأ امشي معاها خطوات واحدة واحدة. اول حاجة بحدد ال دي تقريبا بتورينا ال current time zone او الديت الحالي بتاع السيرفر ايه. هبدأ اشوف كده، هاخد اكتب ديت على طول، ماشي بتاع عنك ولا ايه. هو هنا هيتشيك بس التايم زون بتاع السيرفر. عامة التايم زون بتاع السيرفر مهم طبعا، عشان المفروض تبقى ظابطه على هو فصل مني. فهدوس سهم لفوق عشان اجيب الكوماند اللي انا لسه كاتبه، وادوس انتر. خد بالك انا بكونكت تاني اهو، المفروض بقى ما يجيبليش موضوع الفينجر برينت ده. ثانية واحدة بس هشوف النت وارجع تاني عشان بطيء. طيب كده المفروض ان انت تشتغل. هفتح تاني التيرمينال اهو، وادوس سهم فوق عشان اجيب الكوماند تاني، وابدا اكتب تاني الباسورد اللي انا دخلته وانا بشتري السيرفر. هيبدا يخش معايا على السيرفر. هبدا ان انا اول حاجه اكتب اول كوماند في الدوكيومنتيشن. هيقول لي والله انت الديت بتاعك كذا، و الوقت طبعا بتشوف والله الوقت اللي طالع لك ده نفس الوقت اللي في الجهاز، يبقى انت كده تمام، والتايم زون بتاعك تمام. لو الوقت مش مظبوط فانت لازم تسيت التايم زون بتاعك، تكتب الكوماند ده، وتكتب طبعا هنا ال التايم زون بتاعك. طبعا لازم يبقى التايم زون بنفس الاسم بالظبط بتاع التايم زون. هو في ستاندرد، اسامي ستاندرد كده للتايم زون ممكن تسرش عليها. تقريبا التايم زون بتاعنا افريكا ايجيبت، او لا افريكا كايرو باين. يعني تقريبا خلينا نكتبه كده برضو. ده التايم زون بتاعنا تقريبا كايرو افريكا. اهو كده الوقت مظبوط بالظبط. طبعا بعد ما ظبطت التايم زون اهو الوقت اختلف، او هو كان مظبوط اصلا، ما علينا. فانا اصلا ظابط التايم زون، بس انت في حالتك ما اظنش التايم زون مظبوط. بعد كده هعمل ابديت وابجريد للسيستم بتاعي.
عشان يجيب ال latest packages يعني. وبعدين هعمل upgrade. وبعد كده بعمل يوزر عشان ما افضلش شغال بروت، لان الروت دايما بيبقى معاه اعلى صلاحيات، اعلى privilege. فعايز اعمل اد يوزر على الاوبونتو ده، عشان ده اليوزر بعد كده هنستخدمه على طول. ودايما اليوزر اللي بنعمله بنسميه فرابي، بس براحتك يعني سميه زي ما انت عايز، بس الستاندرد يعني المتعارف عليه الناس بتحب دايما تسمي اليوزر ده فرابي. بس انت عادي ممكن تسميه اي اسم، بس ما تنساهوش بس يعني. فهنأد يوزر دلوقتي، هقول له سودو اد يوزر، وفرابي ده اسم اليوزر، ممكن تغيره بأي اسم يوزر انت حابه يعني. يخلص بس. انا كده بأبجريد كل الباكجات اللي على السيرفر. بعد كده هنأد اليوزر. وبعد كده يوزر مود اي جي دي، انا بحط اليوزر ده في الجروب اللي هو يعتبر بتاع الادمن يعني، عشان ياخد نفس الصلاحيات بتاعته يعني. او بحط اليوزر ده في الجروب يعني، اللي هو الجروب سودو ده. وسودو ده الجروب ده اللي هو بتاع السودو يوزر يعني، مع الصلاحيات عالية، عشان اضمن ان الفابي ده برضه هيبقى معاه نفس صلاحيات الادمن يعني. بعد كده اسم اليوزر ده انا بحول بسويتش اليوزر اللي انا فاتح بيه دلوقتي. يعني أنا دلوقتي اليوزر اللي انا فاتح بيه روت، بعد كده اسم اليوزر ده انا كده بسويتش لليوزر اللي انا لسه عامله. او ممكن اعمل لوج اوت خالص من اس اتش واعمل اس اتش تاني، بس بدل روت بقى ات اي بي سيرفر اعمل فرابي ات اي بي سيرفر. هو كده عايز يستارت، مش مهم انت على طول. برضو في معلومة مهمة، ان انا كل يوزر عندي بعمله على اوبونتو بيبقى ليه دايركتوري. يعني ايه؟ يعني بيبقى ليه دايركتوري جوه الهوم. يعني انا مثلا كريت يوزر جديد اسمه فرابي، فبي اوتوماتيك بيكريت له دايركتوري او فولدر جوه الهوم. طب لو كريت يوزر اسمه مثلا محمد، برضه هيبقى ليه دايركتوري جوه الهوم. فكل يوزر اوبونتو اوتوماتيك بيكريت له فولدر او دايركتوري جوه الهوم. فبالتالي هو هنا بيعمل سي دي هوم بعد كده اسم الدايركتوري اللي هو الكاريت ده، عشان نبدأ نحط فيه شغلنا او نحط البنش بتاعنا يعني. تمام. طبعا الدوكيومنتيشن دي فوق رائعة يعني. آه ممكن تسيبها في بوك مارك او حاجة وترجع لها دايما لما تيجي تنستول اي فينيكس يعني. طيب هو كده خلص اهو. هبدأ اعمل اد يوزر اسمه فابي. هيقول لي اختار الباسورد بتاعه، هحط له الباسورد. هكتب الباسورد تاني، طبعا هو الباسورد بيكتب بس مش ظاهر. الاسم فابي، وهسيب الباقي مش مهم. انتر. يس. كده انا عملت اليوزر. هبدأ اضيف اليوزر ايه
للجروب اللي هو السودو عشان اديه نفس الصلاحيات او نفس البرميشن بتاعت الادمن زي ما اتفقنا. وبس. وبعد كده هعمل سو فرابي، او ممكن ان انا اعمل لوج اوت على طول هنا. انا كده عملت لوج اوت، وبعد كده هعمل اس اتش تاني، بس المرة دي بقى هخش بأني يوزر فرابي. ما هو انا اس اتش دي بتاخد ايه اليوزر الاول انا اخش بيه. كده هو شايف ان في يوزر اسمه فرابي، هبدأ اكتب الباسورد اللي انا عملته، وكده مفروض يدخلني على يوزر فرابي. طيب هعمل انا نفس الكوماند ده cd home اسم اليوزر cd home اسم اليوزر. هتلاقي ان الدايركت بتاعي ما اتغيرش، لان انا مجرد ما بخش باليوزر فرابي اوتوماتيك هو بينزلني في الدايركتوري بتاعي اللي هو هوم سلاش فرابي. هنا بقى ببدأ اشتغل، هبدأ امشي عادي جدا ورا الخطوات دي. هانستول الجيت، هانستول البايثون، هانستول طبعا هسيب لك الكلام ده عشان الوقت. هانستول البايثون فيرتشوال انفايرمنت دي اللي علاقة بالانف اللي بيسطب فيها باكجات الكومن سوفت وير بروبرتيز. هنا بنستول ماريا دي بي وبعد كده بنستول ريد سيرفر. الباكجات دي مهمة، كل ده انستوليشن عادي جدا هتمشي فيه. وبعد كده بس في السكيور انستوليشن ابقى اعمل ما تحطش هنا حاجة لما يسألك على enter your current password. هو هنا بيقولك enter your SSH root user، نصيحة ما تحطش حاجة هنا. عدي الحتة دي، دوس enter على طول. في السويتش يونكس ماشي change password حط يس، وهنا تحط بقى ايه password عادي. وامشي عادي يعني امشي مع الباقي، بس هنا بس ما تحطش حاجة احسن. تمام. وبعد كده طلع دي دي هتطلع لك ملف الكونفيجريشن بتاع الماريا دي بي، هتكوبي بيست بس الفايلات دي. يعني ايه؟ هتاخد الكوماند ده وتكتبه كده. ب... بعد كده هنا بس بيسألك حط الباسورد بتاع اليوزر، حط كده الباسورد اللي انا برضه عامله. هيفتح لي الاديتور ده. خد بالك الاديتور ده عشان تشتغل عليه او تedit لازم تدوس حرف الاي الاول. تقدر كده تنسرت اقدر ان انا اكتب اي حاجه، او تاخد الكلام اللي هو سايبه لك هنا ده كوبي بيست. هتلاقيني انا اوريدي خدته هنا كوبي بيست اهو. وبعد ما بتخلص دوس اسكيب اللي هو الزرار اللي فوق على الشمال خالص. وبعد كده بتدوس نقطتين اللي هو الشيفت الكاف اللي هو الكولوم او اللي هي نقطتين فوق بعض. بعد كده دبليو كيو ودوس انتر. كده خرجت من الايه من الاديتور. وبعد كده بتستارت سيرفر الداتابيس بتاعك، مفيش مشاكل. وبعد كده بتنستول الكيرل عشان تبدأ تنستول بقى الايه النود جي اس والكلام ده كله، وتنستول الام بي ام واليارن. كل دي كوماندز بتنستول باكجات. وبعد كده بتنستول الفابي بنش نفسه، دي الباكج بتاعت البنش نفسها او فابي بنش. وبعد كده بقى الخطوة دي المهمة اللي انا هبدأ فيها، ان انا هبدأ اكريت بنش جديد. بكتب بنش انت فابي بنش فيرجن كام 15 ده اخر فيرجن. واقدر اسمي الفولدر او البنش بتاعي زي ما انا عايزه. هسميه انا اكاديمي بنش. هاخد الاكاديمي بنش ده واقول له اعمل لي الاكاديمي بنش. هيبدا طبعا يسيت اب الانفايرمنت ويسيت اب كام حاجه كده، سيبه لوحده خالص وهو هيكريت الاكاديمي بنش لوحده. طبعا عشان توصل الخطوه دي لازم تكون عملت كل الخطوات اللي فوق دي. انا ما عملتهاش، انا اوريدي عملتها عشان الوقت، عشان نختصر وقت يعني. انا عملت كله لحد دي. هبدا اعملها معاك اهو. بكريت البنش، بيبدا يكريت لي البنش اهو. باي ذا واي البنش اول ما بينزل بفابي بري انستولد على طول، مش بتسطب الاب ده خالص. فابي اوريدي دايما بيبقى انستولد لان ده الفريم ورك اصلا يعني، فدايما بيبقى انستولد جاهز. وبعد كده بتخش على البنش اللي انت لسه مكريته. في الحاله بتاعتنا البنش اللي احنا كريتينه بقى ما اسموش فابي بنش، انا سميته اكاديمي بنش. في الحاله بتاعتك انت هتخش على فابي بنش لو انت سميته ايه فابي بنش. تمام. وعندنا هنا بندي صلاحية الريد والرايت والاكسكيوت على هوم فرابي، ان انا بدي يعني صلاحية اللي انا اخد صلاحية ان انا ريد ورايت واكسكيوت على اي حاجة جوه هوم واسم اليوزر بتاعي اللي هو فرابي.
وبعد كده هنا بيكريت سايت جديد. زي ما شفنا في الاركتكتشر عندنا سايتس وعندنا ابس، فهنا بيكريت سايت جديد. وخد بالك وانت بتكريت سايت جديد بيكريت معاها داتابيز، فهيسألك هنا على باسورد الداتابيز، المفروض تكون حافظه من وانت بتسطب الداتابيز فوق اللي انت دخلته. تمام. طيب عايزين بس خلاص البنش انت عشان نبدأ ان احنا نخش ونعمل سايت جديد على طول. هو هنا بيقول لي النود فيرجن المفروض يبقى اقل من 18، اكبر من 18. فكده هقول له عايز يعمل رول باك، يعني حصل ايرور، فدايما لما يحصل ايرور بيقول لي عايز رول باك، يعني يرجع تاني مطرح مكان، فاقول له يس عشان كأنه ما عملش حاجه. وهصلح مشكله النود ان انا اسطب بس نود فيرجن 18 فاعلى، ما فيهاش مشاكل خالص. هنعمل nvm هنا دي على طول install 18. تمام، هو كده مسح النود ولا ايه؟ طيب يبقى ناخد الكوماند كله احسن. هو بس انا ما سطبتش النود فعشان كده حصل ايرور. هدوس سهم لفوق وارجع تاني للكوماند بتاع بنش انت اكاديمي ايه بنش فيرجن 15، ونرنه تاني عشان نعمل بنش بتاعنا. كده هو خلاص سطب النود وطلعه لايه 18. فكده ان شاء الله مش هيحصل ايرور تاني وانا بعمل ايه البنش. انت لو انت كده كده مشيت على الخطوات مظبوط بالترتيب مش هيحصلك الايرور ده، يعني المفروض يكون البنش اتكريت معاك عادي. بص، وقت التحميل ده قدمه بقى انت شوية، يعني لما بيبقى في تحميل كده قدم انت الفيديو شوية بدل ما تستنى. طيب هو كده سطب البنش وجهزه، لو دوسنا ال اس كده هنلاقي المفروض الايه اكاديمي بنش اهو ظهر ومظبوط وكل حاجة تمام. ممكن بس تعمل انت الكوماند ده عشان تظبط الصلاحيات.
تبقى في التمام يعني السليم، نعمله برضه احتياطي احنا كمان. نقول له والله ادي الاكسكيوت والرايت وكده على كل الحاجة اللي جوه الدايركتوري اللي اسمه فرابي. وطبعا الدايركتوري اللي اسمه فرابي ده لليوزر اللي اسمه فرابي. انا الكوبي عندي فيه مشكلة ولا ايه؟ كده احنا ادينا ايه read write execute. هبدأ اعمل السايت بتاعي. يفضل هنا وانت بتعمل السايت دايما ان انت تسميه، لو انت عندك دومين او حاجة سميه باسم الدومين على طول. لو مفيش دومين زي الوضع الحالي فخلاص سيبه بالستاندرد اللي هو سايت واحد دوت لوكال. ولو هتعمل اكتر من سايت بقى سايت واحد وسايت اتنين وهكذا. طيب قبل ما اعمل كده انا عايز اخش جوه البنش عشان بس ما ننساش. هعمل سي دي. معلش العصفورة بس هخش جوه البنش. هعمل سي دي اكاديمي بنش. بكمل ازاي؟ بدوس تاب عشان يكمل كلمة، واكتب الكوماند بتاعي بنش نيو سايت. هيعمل سايت جديد. طبعا لما بيعمل سايت جديد زي ما قلت لكم هيروح يعمل داتابيز جديد، فهيسألك على باسورد داتابيز اللي انت المفروض كنت عملته وانت بتسيت اب الداتابيز يعني. ده باسورد اليوزر الروت بتاع الداتابيز. وعامة احنا الروت بالديفولت بتاعه بيبقى الاكسس الخارجي بيبقى مقفول. يعني انت مثلا لو حبيت حد ياكسس الداتابيز بتاعتك من بره، ما تحاولش تديله اليوزر بتاع الروت لان هو مش هيخش. بيبقى الديفولت بيعمل له دوس allow يعني. لو يعني حبيت حد من بره يخش على الداتابيز لازم تعمل يوزر جديد على الداتابيز نفسها، وتدي صلاحية لليوزر الجديد على الداتابيز نفسها دي ان هو يريد مثلا داتابيز معينة او يريد الداتابيز بتاع السايت ده. المهم انا بتوهكم انا عارف يعني، انا بدردش عقبال ما الوقت يخلص يعني. لان في بعض الاحيان بيجي مثلا هنا بيسألك على الادمنستريتور باسورد. الادمنستريتور باسورد ده اللي انا هخش بيه على السيستم، فده مهم برضو نكتبه. ده اللي هو اكونت الادمن اللي هيبقى على السيستم. ده مهم يعني. ولو نسيته عادي يبقى في كوماند ممكن تغيره برضو. كده خلاص الدنيا تمام بالنسبة لي. ظبط لي الدنيا وعمل لي السايتس. لو دخلنا سي دي سايتس كده المفروض نلاقي السايت اللي الكاري بتاعي. فالدنيا تمام يعني. نبدأ بقى نجيت الابس بتاعتنا. بنبدأ بالبيمنتس. الاب ده يعتبر يعني ايه جه فترة اللي هو بقى اجباري ان انت تنزل الاب ده مع ايربينكس، بس اظن في فيرجن 15 الاب بتاع البيمنتس ده مش مهم أوي. بس نزله برضه. بنش جيت اب ده كل اللي بيعمله بيجيت الاب من على جيت هاب وبيعمل بيلد للابليكيشن. بيلد دي هنفهمها بعدين ان هو بيبيلد فايلات ال HTML و CSS والجافا سكريبت يعني. فهو هنا بيجيت الاب من على جيت هاب. انا كده باي ذا واي اي اب بقى عايز تجيبه بتكتب بنش جيت اب مسافة اسم الاب لو هو من الابس الستاندرد. طب لو اب انت اللي عامله بتكتب الجيت هاب يو ار ال بنش جيت داش اب مسافة الجيت هاب يو ار ال بتاع الاب بتاعك. انا كده جبت البيمنت اب وجبت اي ار بي نيكست. برضو ال HRMS ده اب مهم قوي اللي هو ايه اللي هو ال HRMS ده الاب بتاع ال HR. لو انت هتشغل HR او حاجة وهو بيبقى مهم يعني، فانا برضو هسطبه عشان اكون سطبت اهم الابس يعني. كده هو عمل له جيت اهو من على جيت هاب وعمل له بيلد كمان للملفات بتاعته. هبدأ اعمل جيت اب لل HRMS عشان ده هيطول شوية. طبعا اي حاجة بنش جيت اب بيرمي كل الحاجة اللي بينزلها دي في فولدر اسمه apps يعني في الدايركتوري ستراكشر. لو ملاحظ كده كان في apps. هيرمي بقى هنا ال ERP next وهيرمي HRMS وهيرمي payments اي حاجة بتجيت اب. طب لو انت عندك اب انت عامله كاستوم على جيت هاب ورافعه عادي برضه بتكتب بنش جيت داش اب وبتكتب بس هنا اليو ار ال بتاع الاب بتاعك وهيجيتهولك برضه. بس زي ما قلت لك مش شرط كل الابس تبقى موجودة متسطبة على السايت واحد دوت لوكال. ده لازم انا اللي اقول له والله
اعمل لي انستول للاب اي ار بي نيكست على سايت واحد لوكال، اعمل لي انستول لاتش ار ام اس على سايت واحد لوكال. هتقولي طب هو ليه مفيش انستول للبيمنتس؟ لان تقريبا اي ار بي نيكست اوتوماتيك، عشان اصلا وانت بتعمل الكوماند ده جوه اي ار بي نيكست في الكونفيجريشن required لازم يكون في payments، فهو اوتوماتيك بينستول payment يعني، فانت مش محتاج تنستول. فانت هتكتب ده عشان تنستول اي ار بي نيكست، وده عشان تنستول بتاع الاتش ار، ابل اتش ار. هو طبعا ابل اتش ار تقيل شويه عشان في شغل طبعا بالفيو جي فيو وحاجات كده، فالبيلد بتاعه هياخد وقت شويه. طب نرجع للدردشه بتاعتنا تاني عقبال ما نخلص. في بعض الاحيان مثلا بنحتاج ان احنا ندي اكسس لناس بره، بس اكسس على الداتابيس فقط مش السيستم نفسه. زي مين؟ مثلا زي بتوع الداتا اناليست، الناس اللي بتبقى عايزه تعمل اناليسيس للداتا بتاعتها حاجه زي كده. فبتوع الداتا اناليست كل ما بيبقوا عايزين ان هو اكسس بس على الداتابيس ريد، فبالتالي بتروح تعمل يوزر على الداتابيز نفسها، وبتدي اليوزر ده صلاحيات على الداتابيز اللي اتكريتد للسايت بتاعك. يعني كل سايت بيبقى ليه داتابيز، فانت بتروح تعمل له يوزر وتديله صلاحيات على الداتابيز دي ريد بس، فهو بالتالي يقدر يخش وايه ويريد. طيب انا كده خلاص عملت جيت اب، هبدأ اعمل انستول بقى. هاخد الكوماند ده كده وانستول. طيب لو عايز توصل لاسم الداتابيز اللي اتكريتد للسايت بتاعك، وعايز توصل لأي حاجة واليوزر اللي بيأكسسها والكلام ده كله، ممكن توصل لها عادي من جوه السايت config اللي هي جوه السايت بتاعك. هو بيحطك هنا configuration السايت بتاعك، وممكن تزود عليهم حاجات يعني، بس بيحطك هنا بقى اسم الداتابيز نفسها ايه اللي created واليوزر وحاجات دي يعني، فممكن توصل لها من خلال الفايل ده يعني. بس ما تدوش اليوزر والباسورد اللي جوه السايت config هنا، لان مش هيعرف يخش بيهم، لان دوت معمول لهم ديس allow out source، او ما بيخشوش من بره يعني. لازم تكونكت على الماريا دي بي نفسها وتكريت يوزر عادي جدا على الداتابيز، وبعد كده تدي privilege read على الداتابيز اللي اتكريتت من السايت ده. طب هتعرف اسم الداتابيز ازاي؟ هتلاقي اسم الداتابيز هنا، هتقوم مدي read privilege بس على اليوزر الجديد انت كريته من جوه الماريا دي بيز، على من جوه الماريا دي بي على اسم الداتابيز اللي مكتوب هنا. فبالتالي الداتا اناليسيس ده يقدر من بره عادي جدا يخش ايه، يعيش حياته يعني، يقدر يقرا الداتا من غير ما يرايت او يمسح او يعمل ابديت او اي حاجه، عشان انت مديله صلاحيه بيبر ريد بس يعني. او بندردش شويه عشان نضيع وقت. طيب باي ذا واي برضو في طريقتين ان البنش ده يشتغل. ممكن تشغل السايتات اللي على البنش بتاعك عن طريق البورتات، ودي الطريقه الستاندرد، يا اما تشغلها عن طريق الدي ان اس، مالتي دي ان اس، ودي هنشوفها بعدين. المهم خلينا نكمل. هنسطب بقى ال HRMS. دي كده احنا بنسطب الابس على السايت ده. مفروض كده كل الابس دي لو دخلت على فولدر اللي اسمه ابس هنلاقيها يعني. لحد المرحلة دي احنا كده نزلنا ابس، عملنا انستول للابس على السايت. هنبدأ هنا نعمل بقى سيت اب للبرودكشن. المرحلة دي بنعملها بس لو انا شغال على سيرفر زي كده. طب انت بقى لو شغال لوكال وبتاع ومش شغال اصلا على سيرفر، فبتعملش اصلا سيت اب برودكشن، دي مش محتاجة يعني. انت بتعمل بقى بنش ستارت وبنش ستوب وحاجة كده يعني. لكن احنا عشان احنا على سيرفر وكده برودكشن، بنبدأ نعمل سيت اب للبرودكشن ده، بنمشي بالخطوات دي. تمام. لكن لو انت مسطب السيرفر او الحاجة دي لوكال مثلا على في ام مايا او
او كده، فمش محتاج ان انت سيت اب برودكشن يعني. تقريبا بتعمل بنش ستارت على طول وهيشتغل معاك يعني السيستم يعني. بس انا اريح لي ان انا بعمله ديبلوي عادي على سيرفر حتى تيست، وبعيش حياتي على السيرفر ده، وبعد كده ببوش جيت هاب واعمل بقى ديبلوي برودكشن على السيرفر برودكشن. ده برضه سيناريو سهل يعني. ممكن تعمل سيرفر للبري برودكشن اللي هو التيست، تعيش حياتك فيه وتعمل برودكشن فيه، تعمل بيلدينج لأي حاجة، وبعد كده بوش جيت هاب، بعد كده تجيت اب هناك وتسطب عادي على البرودكشن بس الايه التعديلات الجديدة. طيب هو كده خلاص سطب ال HMS. هبدأ اعمل enable schedule. السكيدول ده مهم طبعا عشان لو انا عندي جوبز شغالة مثلا كل interval او حاجة، فلازم اعمل له enable. راح فين؟ طبعا الدوكيومنتيشن دي رائعة، انت برضه اعمل لها بوك مارك على طول عشان ايه ترجع دايما. هنا بقفل maintenance mode. maintenance mode ده مثلا لو انا عايز اعمل مثلا حاجة في السايت او حاجة وعايز الناس كلها ما تاكسسش السايت كده، بعمل maintenance mode on. بس انا حاليا بعمله off عشان اتاكد ان هو سايت شغال يعني، عشان لو هو on السايت مش هيبقى شغال. وهنا هكتب production. هنا setup production بقى دي مهمة، ان هو بيبدأ يجهز ال الانجينيك بقى، انجينيك سيرفر بتاعك، وبيجهز كل الكونفيجريشن بتاعت الانجينكس بتاعتك، ان هو يبقى شايف الفايلات بتاعتك والبورتات وكده. هو الديفولت بتاعه بيشغله على بورت 80. يعني انا دلوقتي المفروض لو اكسست الاي بي بتاع السيرفر، انا عندي كونفليكت تمام. في كونفليكت لان انا تقريبا مشغل السايت تاني على سيرفر بورت 80، فحصل كونفليكت. تقريبا الكونفليكت ده مش هيظهر معاك يعني. المهم الديفولت بيشغل لك السايت بتاعك على بورت 80. بورت 80 ده مش محتاج تكتبه، مجرد ما تكتب الاي بي بتاعك المفروض يخش يعني. طيب نكمل بس نعمل سيت اب للانجينكس كمان. نقول له يس عادي. هو كده حط بورت 80 للسايت واحد دوت لوكال تمام. نديها واحدة supervisor start all كده تمام. واحدة كمان set up production، هاخدها من هنا على طول، نفس الكوماند اللي فوق، فهاخدها من فوق على طول. هديله يس يس. برضو في conflict، طب تمام مش مهم. وبعد كده سيبنا من يو اف دبليو دي خالص، مش محتاجينها يعني عشان ما نوجعش دماغنا. يعني انت ممكن تظبطها انت عندك مفيش مشاكل، هو دي زي فاير وول كده داخلي يعني. بتقلو بورتات معينة، بس انا بصراحة مش هشغلها يعني. مش عايزين نعمل دي عشان احنا ما عندناش دومين. في حال بقى ان انت عندك دومين وعايز تسطب اس ال، انا قلت لك ممكن تسطبها ببلاش عادي جدا. هتمشي هو بس الدوكيومنتيشن دي، هتعمل نفس الكوماندات دي، بس هنا هتكتب اسم اليوزر بتاعك، وهتشغل مالتي دي ان اس، وهتكتب هنا اسم الدومين اللي انت اشتريته، ولازم الدومين اللي انت اشتريته ده يكون عامل اي ريكورد على اي بي السيرفر بتاعك. وهنا هتكتب اسم السايت اللي هو سايت واحد دوت لوكال بس، وتكتب نفس الكوماندات دي بالترتيب، هيعمل لك بقى الاس ال ويعمل لك كل حاجه. تعالى بقى احنا نجرب نفتح السيرفر بتاعنا، نخش عليه. المفروض ان هو يشتغل. طيب احنا دلوقتي عايزين بينج اي اس سي، عايزين الاي بي بتاعه. انت ممكن تخش عادي على الكونتابو وتجيب الاي بي. انا هنا بنكت برضه على السيرفر بتاعي، عشان نجرب على طول. طيب انا عشان عندي كونفليكت تقريبا فمش هيشتغل معايا تمام. مفروض انت دلوقتي يشتغل معاك عشان مسطب سايت تاني على السيرفر ده، فعامل كونفليكت.
او استنى اتأكد من حاجة كده. بنش يوز، نخش على السايت. بنش يوز، انا كده بقول له اختار اشتغل بالسايت ده كديفولت سايت. ما علينا. طيب المفروض معاك هيكون اشتغل عشان انا مش شغال بورتات اصلا، انا شغال دومينات. ف ازاي بقى نظبطها دي؟ ازاي بقى نعمل دومين ونكونكت على دومين؟ المفروض تبقى شايل الاول دومين. بالنسبه للناس اللي مش هيبقى معاها دومين المفروض يكون اشتغل معاها دلوقتي يعني. انا هكمل دلوقتي السيت اب لو انت معاك، لو انت شاري دومين، عشان انا كده مش هيشتغل عندي من غير دومين. هخش على البرودكتس. انا شاري هنا دومين من جودادي، بس انت مهما كان شاري الدومين منين مش هتفرق، هي نفس الخطوات يعني. هتخش على الدومين كده وتعمل مانج دي ان اس اهو. مانج ماشي. فيديو طول اكيد ساعة يعني. يعني في اهو دي ان اس. هتبدأ تضيف ايه؟ add new record. هيبقى نوع ايه؟ a record. وتحط السب دومين بتاعك هنسميه مثلا course. ماشي. وبتحط هنا ايه؟ الاي بي بتاع السيرفر بتاعك، والتي تي ال ده اللي هو ايه؟ الوقت اللي هيدايركت فيه. هو كده بيعمل updating. كده زودت خلاص. كده الدومين بتاعي ايه الجديد اللي هو كورس اهو. ماشي. طيب ازاي نخش عليه؟ هو هيبقى كورس ده السب دومين، وبعد كده الدومين انت شاريه بتكتب كورس دوت الدومين اللي معاك دوت كوم. حاليا هو المفروض ما يخشش معاك طبعا. نبدأ بقى نمشي ورا الخطوات دي عشان يشتغل. تعمل دي الاول، تنيبل دي ان اس. نقلتهاش كلها ولا ايه؟ اول حاجه تنيبل مالتي دي ان اس، بعدين بقى بنش config. ماشي. بعد كده بتقاد الدومين زي ما اتفقنا. هتحط سايت واحد دوت لوكال، ده السايت بتاعك اللي احنا كريتناه. وهنا هنحط الدومين اللي انت لسه عامله اللي هو هيبقى course دوت بي اس سي اس دوت كوم. ماشي. وبعد كده هنسيت اب تاني الانجينكس ونعمل له ريلود عشان ياخد السيت اب الجديد. يقول لي عايز يعمل اوفررايت، مفيش مشاكل. بالمناسبة في ناس بتقول عليه انجن اكس، فهو الاتنين واحد يعني، ممكن تنطق الاتنين، بس انا اتعودت عليه انجن اكس بقى. وهنا بقى هسطب الاس ال بالمرة، لازم تكون مسطب الحاجات دي. كده هي مسطبة معايا. انت اكتب التلات كوماندات دوت، هي انا مسطبهم اصلا. وفي الاخر تكتب ده اللي هي ايه، هيظبط لك موضوع الاس ال. هيقول لك انت عايز تعمل اس ال اني دومين، هيجيب لك كل الدومينات اللي مننكه على او السيطات اللي موجوده في السيرفر ده. طبعا انا فعلا عندي كل السيطات دي يعني، فتمام. بس انا حاليا انا عايز اعمل اس ال اني واحد اللي هو رقم 4. فهكتب هنا كام؟ رقم 4. طب انت لو انت عندك برضو كذا دومين وعايزهم كلهم يبقوا اس ال، ساعتها بتسيبها فاضيه بس هو هيعمل لك اس ال كله. انا هقول له اعمل لي الاس ال 4 بس. هيبدأ يعمل requesting for certificate. ممكن تبوظ عشان اه طب الحمد لله ما باظتش. تعالى بقى نجرب كده. اتأكد بس ان مفيش حاجة الاول تاني المفروض تعمل.
كده خلاص مفروض سطبنا ال SSL certificate. مفيش حاجة كده. تعالى بقى ربنا يسهل كده نخش ويفتح HTTPS. لا غلط غلط. HTTPS نقطتين سلاش نكتب السب دومين وبعد كده دوت الدومين بعدين بقى حط الدومين اهو. امال ايه بقى؟ طب هنسيت برودكشن تاني عشان الايرور بتاع الكونفليكت ده يروح. انا بدوس اعمل فوق طبعا عشان ايه ي... يجيب لي الايه. ماشي. ونسيت بالانجينكس وبعد كده نعمل certificate وندوس انتر. ماشي. هو في سايت لوكال. ماشي. عايز الكورس بس 4. اقول له renew and replace لان هو طبعا شايف اللي هو في SSL certificate اصلا لان احنا لسه عاملين واحدة. فعادي اقول له renew and replace يعني مفيش مشاكل. انا بس دخلت على البنش التاني ممكن ده هو اللي مبوظ لي الدنيا فعشان كده دخلت عليه اعمل تاني الجينكس والحاجات دي اهو. الحمد لله. كده كان البنش بس بتاعي التاني هو اللي عامل لي كونفليكت. لان السيرفر ده انا حاطط عليه كذا بنش يعني. نرجع تاني الهوم في رابي. نخش تاني على الاكاديمي بتاعي. كده احنا تمام. ظبطنا الحمد لله الدومين بتاعنا اشتغل كل حاجة ايه 100 100. طب لو انت ما عندكش دومين عادي جدا المفروض يشتغل معاك بس ما تكملش انت اوف. لو انت ما عندكش دومين اوف لحد هنا كده ما تكملش بقى الحتة دي ولا تاخد SSL. لكن احنا كده تمام الحمد لله. سطبنا ايه النسخة بتاعتنا بنجاح الحمد لله. ممكن برضو تعمل حاجة اسمها bench list apps. لا مؤاخذة نسينا ايه تي. هيجيب لك كل الايه الابس اللي مسطبة على السايت. انهي سايت حاليا عشان مفيش سايت واحد مفيش غير سايت واحد وانا عامل السايت ده هو الديفولت فهو بيجيب لك على طول كل الابس المسطبة على السايت ده. طيب عارف منين ان ده الديفولت؟ عملت انا لو فاكر الكوماند كان اسمه ايه بنش يوز واسم الايه السايت. متنساش تكتب ده عشان تديله دايما ديفولت سايت بحيث اي كوماند تكتبه هيروح على السايت ده على طول. طيب لو دخلت على الابس كده هنبص هنلاقي كل الابس اللي عندي اهو. فعلا انا عندي كل الابس دي
والليست اوف ابس دي الابس الانستولد على سايت واحد. يبقى احنا كده عملنا فريش انستول مظبوط الحمد لله للسيستم بتاعنا. وطبعا حط بقى الادمنستريتور واليوزر بتاعك اللي انت كريته والباسورد، وابدأ ايه اعمل لوج ان. هيسألك بس على شوية اسئلة، نيكست نيكست يعني مش هتهمنا دلوقتي قوي. الكانتري ماشي نيكست، وكمل انت باقي السيت اب. مجرد تدوس نيكست نيكست لحد ما يفتح معاك السيستم، ومبروك بقى عندك نسخة ERP Next جاهزة ان احنا نبدأ نشتغل عليها. الفيديو جاي ان شاء الله هنعمل اب جديد، ونبدأ ان احنا نحط الكاستمايزيشنز بتاعتنا في الاب الجديد ده. شكرا.